ازاي تعمل رجيم صحي عشان تنزل في الدهون وتطلع في العضلات وفي نفس الوقت الموضوع يكون مجاني تماما، كله تقدر تعمله من البيت. بس الموضوع محتاج 5 خطوات هم بساط جدا لكن سحريين، فلو سمحت ركز في الفيديو ده للاخر عشان هتطلع من الفيديو ده عارف ازاي تحرق دهون وفي نفس الوقت تبني عضلات وتكون انسان صحي، تبعد عن كل المشاكل اللي ممكن تكون بتسببها لك السمنه، واللي انت ممكن تكون داخل على سمنه مفرطه او حساسيه انسولين. كل ده هنتكلم عنه النهارده، فسيب كل حاجه وركز معايا دلوقتي. اول حاجه صديقي النقنقه. ايه هي النقنقه دي؟ للواحد مثلا يكون بياكل كيس بسكوت، شويه كده كيس شيبسي، شويه كده شويه مكسرات صغيرين قد كده مثلا لب سوري او حتى شويه سوداني. الحاجات دي ممكن تصفصف على مثلا 1500 كالوري في اليوم زياده عن احتياجنا. طيب يعني ايه كالوري اساسا يا كابتني؟ الكالوري دي هي عمله الطاقه عندنا، يعني مثلا الفلوس اللي جسمنا بيصرفها علشان يدينا طاقه. كل واحد فينا بيحتاج رقم معين عشان وزنه يثبت او عشان يزيد او عشان يقل. النقنقه دي بقى بتخلينا ناكل حاجات دخلها جسمنا طاقه ملهاش لازمه، فتبقى فائض كبير جدا، فبالتالي تتحول لدهون. وفي نفس الوقت كمان اغلب الحاجات اللي هي السناكس السريعه دي بتكون كمان دهون مش كويسه، فبتسبب كوليسترول مع الوقت لا قدر الله. فاول حاجه واول عاده لازم نتخلص منها تماما، اللي احنا نبدل الحاجات دي يا اما بالفاكهه، اللي احنا ممكن ناكل فاكهه لان الفاكهه فيها الياف فهتبطئ الهضم فهتحسسنا بالشبع، وفي نفس الوقت هتكون مسليه ومفيده فيها فيتامينات واملاح. تاني حاجه اللي احنا نشرب ميه. الميه هتخلي المعده عندنا النسبه بتاعتها كبيره، مش هنحس بالجوع كتير. يعني النقطه دي مهمه جدا، ان احنا نشرب ميه وكمان ناكل فاكهه لو احنا عايزين. طيب شويه يا كابتن دول الفشار ولا شويه السوداني يعني دول هيأثروا؟ هقول لك في حاجه بقى انت مش واخد بالك منها، الفشار مش زي السوداني. يعني احنا لازم نفهم ولازم يكون عندنا وعي ان في حاجات فيها سعرات حراريه عاليه جدا وفي حاجات تانية قليله جدا. زي الفشار مثلا قليل جدا جدا، تقدر تاكل منه زي ما انت عايز لان هو حتى مش هيكون شارب زيت كتير. عكس مثلا شويه السوداني اللي هم 100 جرام دول بيكونوا 500 كالوري، ودي مثلا زي ما اقول لك كده دي 500 كالوري دول يخلوك ما تقدرش تخس في الاسبوع نص كيلو مثلا، يخلوه ميزانك ثابت. فالنقطه اللي انت لازم تركز فيها اللي النقنقه شيء مهم جدا اللي انت لازم تبتعد عنه. تشرب ميه كفايه خلال اليوم، اللي هو المفروض تشرب قد ايه يعني؟ الموضوع بسيط خالص، انت بس اول حاجه اول لتر هو بيبقى اصعب لتر، بعد كده الموضوع بيبقى سهل. فحاول على قد ما تقدر ازازه الميه 600 مللي و6 جنيه دي تخليها جنبك، تقعد كل شويه بق 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 طول النهار، هتلاقي نفسك خلصت منها 4 5 في اليوم عادي جدا من غير اي مجهود يذكر. تاني حاجه مهمه جدا، انت المفروض تاكل ايه؟ المفروض توزيعه الطبق بتاعتك تبقى عامله ازاي؟ المفروض توزيعه الطبق بتاعتك يكون فيها اول حاجه سلطه، لان السلطه دي مهمه جدا، مهمه عشان تشبعنا وفي نفس الوقت عشان فيها فيتامينات ومعادن وكمان بتسهل عمليه الهضم. فممكن معظم الناس على فكره اللي عندهم دهون زايده كمان بيبقى عندهم مشاكل في القولون، فيبقى عندهم انتفاخ كمان. يعني انت لو حطيت ايدك على بطنه او انت حطيت ايدك على بطنك دلوقتي ممكن تلاقيها ناشفه قوي محجره، ده بسبب الانتفاخ اللي في القولون والغازات اللي في القولون بسبب عسر الهضم. فالسلطه مفيده لحاجات كتير جدا، فلازم السلطه تكون موجوده في الاكل بتاعك، وبلاش نحط عليها زيت. يعني معلقه زيت الزيتون اللي انت ممكن تقول صحيه دي فيها كالوري عاليه، وده اللي احنا نتطرق له شويه كده. مش معنى اللي فيه حاجات صحيه او مش معنى اللي انت ماشي على نظام صحي اللي انت لازم تخس، لان ممكن انت مثلا تكون ماشي على نظام صحي بس في فائض كبير جدا من السعرات الحراريه، في اكل كتير جدا زياده عن احتياجك الفرد الطبيعي، فبالتالي تتخن مش تخس. فالاكل الصحي صحي لكن لازم يكون محسوب بالكميات. طيب بعد السلطه المفروض يكون فيه المفروض يكون فيه مصدر بروتين حيواني او نباتي. حيواني ده طبعا زي ما انت عارف اللحمه والفراخ والسمك والجبنه القريش والبيض، دول حيواني. والنباتي اللي هو زي الفاصوليا الحمراء مثلا، شويه عدس، شويه فول، هو اي نعم قليل في البروتين لكن موجود فيه بروتين برضو، فلازم الطبق بتاعنا يكون فيه ده. طيب حاجه تانية مهمه جدا، ايه الكربوهيدرات اللي احنا ينفع ناكلها؟ الكربوهيدرات دي اللي هي النشويات. ايه النشويات دي؟ اللي هي مثلا زي الرز وزي البطاطا وزي البطاطس وزي الفاكهه، دي كده نشويات. فاللي احنا محتاجين نعرفه احنا محتاجين ناكل ايه بقى في الطبق ده. عندك يا سيدي اللي انت ممكن تاكل منه ما يحصلش حاجه هو البطاطا والبطاطس والرز البسمتي والرز الابيض. الحاجات دي لو اكلت منها كميات هتشبعك وفي نفس الوقت مش هتحس بالجوع بعديها بشويه. تالت حاجه بقى، ودي حاجه سحريه من ضمن الحاجات السحريه، لو انت قررت ان انت تتمشى مثلا 5000 خطوه او 10000 خطوه في اليوم، هتحط ايدك على قلبك دلوقتي تقول لي يا عم انا قادر اطلع السلم عشان اتمشى 6000 خطوه ولا 10000 خطوه حتى؟ اقول لك الموضوع بسيط جدا جدا. انت كل اللي عليك بس ان انت تحط التليفون في جيبك وتقضي مشاويرك، اراهنك اللي انت اخر اليوم هتلاقي نفسك اقل حاجه عملت 7000 خطوه. بس الفكره اللي انت بقى تنتظم عليهم، لان ممكن مثلا يوم يبقى عندك مشاوير تقعد رايح جاي واليوم التاني تقول بقى انا مشيت كتير امبارح مريح في البيت.
لا ما تريحش، انزل اتمشى، لان المشي مفيد جدا ويمكن كمان افيد من الحديد على فكره. وده اللي احنا هنتنقل للمره اللي بعدها او لرقم 4. رقم 4 هو تمارين المقاومه. تمارين المقاومه دي انت ممكن تعملها في الجيم او حتى ممكن تعملها في البيت على شكل ضغط وعقله وسكوات. ولو عايز فيديو زي ده قول لي وانا انزله لك مخصوص التمارين اللي انت ممكن تعملها بوزن جسمك. بس خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو تمارين المقاومه. تمارين المقاومه هتعلي من سرعه الحرق وهتخلينا نحرق سعرات اضافيه مع المشي. تاني حاجه ودي المهمه جدا، هتحسن البناء العضلي، هتدينا كتله عضليه، والكتله العضليه بتخلينا نحرق دهون واحنا قاعدين في مكاننا. يعني احنا لو جبنا واحد عنده عضلات وواحد تاني ما عندوش عضلات وقعدناهم على الكرسي مثلا، ده هيكون بيحرق دهون وده مش هيكون بيحرق دهون بنفس الكميه. اللي عنده عضلات بيكون بيحرق اكتر دايما. ليه؟ لان العضلات دي خلايا حيه فبتحتاج طاقه عاليه قوي عشان تفضل عايشه وعشان تفضل شغاله، فبتحتاج ان انت تحرق دهون عشان تشتغل. فمن مصلحتك ان انت تروح الجيم تبني عضلات وتكبر نسبه العضلات بتاعتك، لان ده هيخليك قاعد مستريح على السرير وفي نفس الوقت عندك سرعه حرق عاليه. خامس حاجه ودي الاهم واللي معظم الناس مش بتركز فيها خالص وفاكره الموضوع بسيط، لكن فعلا يا جماعه النوم هو المفتاح لكل حاجه، سواء لبناء العضلات او لحرق الدهون. انت جسمك ربنا خلقه ينام بالليل علشان يفرز بعض الحاجات الكيميائيه وبعض الهرمونات، فبالتالي يعمل ريكفري او استشفاء للي حصل الصبح، وفي نفس الوقت يجدد الخلايا عشان تاني يوم بكره. فلو انت مش بتنام كويس او بتنام قليل، انا بتكلم عن الناس اللي في ايديهم يظبطوا الموضوع ده، مش بتكلم على حد شغال شيفت بالليل او بتكلم على حد مثلا عنده مشكله ما بيقدرش يعمل حاجه غير 4 ساعات نوم بس. الناس اللي عندها الرفاهيه اللي هي تنام 8 ساعات بالليل، لو سمحت اعمل ده، لان دي اهم حاجه تخلي جسمك طبيعي، الكيمياء بتاعته طبيعيه، فبالتالي لما بتدخل له اي حاجه تانية من بره بيتجاوب معاها بشكل غير طبيعي، بتلاقي نتيجه. ممكن في ناس بتلاقي نتيجه في اسبوع بعد اللي انا بقوله لك ده، مجرد بس اللي هو نام 8 ساعات مش اكتر من كده. الخمس حاجات دول مش هيكلفوك ولا جنيه، انت بس غيرت العادات بتاعتك لشكل تاني، شكل صحي. لو استمريت عليهم شهور النتيجه هتلاقيها بشكل مذهل، اللي انت ممكن تاخد بالك الله هو انا ايه اللي حصل، انا بس ما عملتش حاجه، انا رتبت اليوم بتاعي بس. ودي الحقيقه، الموضوع ما فيهوش سر على قد ما هو فيه ترتيب اولويات. يعني انت ظبطت اولوياتك، عملت كل حاجه وصلت لها. الخمس حاجات دول مش بس هيخلوك تحرق دهون، لا كمان هيحسنوا صحه اعضائك الحيويه وصحه مخك، فتبقى مركز اكتر، فتبقى ناجح في شغلك وحتى كمان في العلاقات بتاعتك اللي حواليك يعني وكده. الموضوع ده مهم جدا، ركز فيه وحاول تعمل على الاقل خطوه واحده بس من بكره. انوي كده، قول انا هقفل الفيديو ده وهبتدي خطوه واحده بس من بكره، وحاول كل اسبوع تزود خطوه كمان لحد ما توصل للخمس خطوات دول. اتمنى ان احنا نكون استفدنا من الكلام دوت، وانا واحد منكم بحاول امشي على الكلام ده. يعني مش ما تفهمش اللي انا بقول لك كده ومش بعمله، لا انا بحاول اعمله على قد ما اقدر. والموضوع فيه طبيعه انسانيه، انت مش هتقدر تعمل كل حاجه 100% من اول مره، الموضوع بيحتاج استمراريه وتعود، طوبه على طوبه الموضوع بيوصل للحته اللي انت عايزها. انا كوتش احمد عجلان، بعمل لك فيديوهات عن التغذيه وعن التمرين، فلو سمحت لو اول مره تشوفني سيب لي متابعه واعمل شير لصاحبك عشان هو كمان يستفيد. ولو محتاج نظام تدريبي وغذائي مخصصين لاهدافك تقدر توصل لهدفك في اقل من 3 شهور، ابعت اسالني عن باقات تدريب الاونلاين. سلام.